السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله وصفتنا جميلة جدا وسهلة وبسيطة. عمل لفايف قمر الدين في البيت ما شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة وهتقدري تنفذيها. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اول حاجه طبعا كميه الجزر معايا 1.5 كيلو جزر. قطعتهم طبعا وغسلتهم غسله حلوه، وطبعا قبل ما تقطعيهم هتقشريهم. عليهم كوبايتين 2 ميه وهندخلهم على النار على معصر البرتقال بتاعنا. هجيب كميه البرتقال هي نفس كميه الجزر. هقشر القشره الاولانيه كده انا بحتاجها. واللي عايز طريقه تفريز قشر البرتقال احط له اللينك في صندوق الوصف. قشرت كمية البرتقال اللي معايا بالطريقة دي، وهنزل بقى هجيب العصارة بتاعتنا وهقطع البرتقال وهعصره لغاية لما اخلص الكمية اللي معايا كلها. طبعا الجزر معانا بيتسلق على النار، ولازم يتسلق سلقة كويسة لغاية ما تحسي ان هو استوى خالص. ما شاء الله سيد البرتقال ان هو البرتقال البلدي هو اللي يتفرز، هو اللي يتعمل عصير. هو ما شاء الله عليه. ولا تقولي برتقال يوسفي، البرتقال اليوسفي ممكن تدخليه في الكيكات، والبلدي طبعا برضك في الكيكات. بعد ما الجزر بتاعنا اتسلق حطيت حوالي كوبايتين سكر وعليهم بشر برتقال من اللي انا بشرته معاكم. عصير البرتقال اللي معايا عصير 1.5 كيلو برتقال. هصفيه كويس وهحطه طبعا على الجزر بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. لايك واشتراك للفيديو وشيروا لكل حبايبكم عشان الكل يستفاد. بالهند بلندر او الخلاط الكهرباء هتنزلي ضرب كده دنك اضربي لغايه لما ينعم معاكي. انا عايزاه يبقى كريمي خالص. هرجعه طبعا على النار وهعصر الاول قبل ما احطه على النار عصرة ليمونه كبيره وصفيه البذر منها وقلبي كويس جدا. وبعد كده احتجت كوباية سكر كمان. قلبتها يعني الكمية اللي معايا خدت حوالي 3 كوبايات سكر، حوالي نص كيلو سكر. لو حابة تزودي دي حاجة ترجعلك، اما هي دي الكمية المظبوطة اللي كانت معايا. طبعا وهو بيغلي على النار هتشيلي اي رغوة تخرج منه بالطريقة دي، وطبعا بالمعلقة بتاعتك وقلبيه كويس بالطريقة دي. ما شاء الله الله اكبر، ريحته جميلة جدا ومش هيفرق طعم القمر الدين اللي بره اللي بتشتريه. معايا معلقتين جيلاتين بودر هندوبهم في ربع كوباية من المية السخنة وهنقلبهم كويس كده بالطريقة دي. وهننزل عليهم على الخليط قمر الدين. لازم تدوبيهم كويس كده وانزلي عليهم وقلبيهم في الخليط بتاعنا. هيفرقوا معاكي المعلقتين الجيلاتين دولت هيفرقوا معاكي جدا. قلبناهم كويس كده ولغاية ما يشوفوا سيبوهم على النار لغاية لما تحسي ان هو تقل معاكي بالطريقة دي. طبعا هو لسه مستواش وفي اضافات لسه هتتحط خالص في النهاية كمان. وحاولي انك تغطي عليه عشان بيطلع فقاقيع وطبعا بيلسع جامد. بالهند بلندر بتاعنا وهضربه تاني عشان انا عايزاه ناعم جدا زي بتاع الشركات والمصانع بتاعتنا. وبعد ما ضربته كده بالهند بلندر بتاعنا ودي النتيجة بتاعته كده، شوفوا ما شاء الله بقى كريمي جدا. هرجعه على النار تاني وهسيبه طبعا، وخدي بالك لا يشيط منك. معلقة عسل كلوكوز كبيرة كده حطيها عليه بعد طبعا ما تحسي ان هو القوام بتاعه تقيل. ومعلقتين 2 نشا كبار هننزل بيهم في ربع كوباية مية وهنقلبهم كويس كده لغاية لما يندمج معانا كويس وتحس ان الخليط بتاعك تقيل جامد. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد. الصينية بتاعتك، الصاج بتاعك الحاجة اللي موجودة عندك هتفرشي استريتش او اكياس عندك من بتاعة الديب فريزر وهندهنهم دهنة زيت. ضروري جدا دهنة زيت كويسة علشان وانتي بتسلكي الخليط يتشال معاكي على طول. هفرد القمر الدين بتاعنا بعد ما استوى طبعا وتقل على النار بالطريقة دي. هتفرديه على الصينية، وبعد ما فردناه بالطريقة دي
طبعا هعمل معايا كمية كبيرة جدا ما شاء الله عليها. طعم بصراحة مش هيفرق عن بره خالص. كده بطريقة افرديه كده كويس. وبعد ما فردناه كده هتحطيه بقى تسيبيه يجمد. بيقعد بقى 3 ايام. حطيه في الشمس طبعا، وانت حطاه في الشمس غطي عليه علشان طبعا اي حاجة ما تجيش عليه. وبعد مرور 3 ايام ما شاء الله شوفوا حاجة كده روعة. اهم حاجة ادهني دهنة الزيت كويس عشان تعرفي تسلكيه. هقطعه بقى والفه في الاكياس زي ما بتشتريه من بره بالظبط. والله اقسم بالله ما هيفرق حاجة من اللي بره خالص. ما شاء الله عليه. حتى بنتي ما عرفتش تفرقه خالص من طعم اللي بره. قالت ما شاء الله عليكي يا ماما ده جميل جدا، واعملهن على طول في الاكياس بقى. وهلف القطع اللي انا قطعتها كده علشان انا اشوفه ما شاء الله حاجة كده. ممكن كمان طريقة تانية لو انتي مش عايزاه تحطيه ينشف في الشمس او تقعديه 3 ايام، ممكن تعبيه في اكياس على طول وعلى الديب فريزر بتاعك. ما شاء الله هي نفس النتيجة. شوفوا الكمية ما شاء الله عليها، كانت كمية وفيرة جدا وجميلة جدا ما شاء الله. هقطعها كده علشان اعرف اعينها، واقفل عليها بالاكياس وعدي في الفريزر وعينيه ما شاء الله عليه. وادي الكمية اللي معايا كده. هحط اكياس من على الوش وهلفها طبعا نفس اللي انا لفيت الصينية الاولانية. يلا بقى نودع شراء قمر الدين اللي احنا بنشتريه، ويلا قبل رمضان اعمليه علشان ده ما شاء الله ناس كتير بتحبه. ويلا اما اجربه معاكم واقول لكم رأيي بصراحة فيه. هنحط طبعا اي كمية من قمر الدين عليها مية مغلية وعليها 3 معالق سكر كبار، وقلبيهم كويس. ده طبعا التحلية حسب الرغبة. قلبيهم كويس كده، ورشة فانيليا حلوة فضيها وقلبي كويس وادمجي المكونات كده. وعلى النار بقى معلقتين نشا كبار دوبيهم في ربع فنجان مية كويس، وانزلي بيهم على الخليط ساعة ما يغلي معاكي على طول بالطريقة دي. ساعة ما يتقل معاكي الخليط طفي على النار عليها على طول. شوفوا ما شاء الله. معلومة خدي بالك في التسوية في الأول علشان بيطلع فقاقيع جامدة، فغطي عليها على طول عشان ما يبهدلكيش الدنيا. الاطباق بتاعتك بقى وغريف قمر الدين بتاعنا اللي احنا عملناه مش هيفرق كتير ولا باين خالص. وطبعا نسيت اقول لكم المكون الاساسي هنحط معلقة ملح ليمون علشان انا نسيت بصراحة اقول لكم عليها. شوية مكسرات من عندك كده وزوقي احلى طبق قمر الدين. وده كان فيديو النهاردة يا حبايبي، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين. جميل جربوه اقسم بالله ما يفرق حاجة عن بره خالص. يلا اشوف وشكم على خير يا احلى متابعين.